شكرا جزيلا لك زميلي مهند، والشكر موصول ايضا للضيفين العزيزين. أسعد الله مساكم بكل الخير مشاهدي الأفاضل أينما كنتم. مرحبا أهلا وسهلا في القاهرة وفي الدار البيضاء في المغرب وفي مصر، عند كل عشاق الكرة في الوطن العربي وفي إفريقيا كذلك. وهذا الموعد مباشرة من مركب محمد الخامس رحمه الله في مدينة الدار البيضاء، معقل الغريمين ومعقل الزعيمين الوداد والرجاء، هنا في الدار البيضاء في مواجهة الغريمين والزعيمين في الجهة المقابلة. الأهلي شط اللاعبين في نادي الزمالك معول عليه كثيرا في هذه المباراة. كرة عرضية من هنالك على الجهة اليسرى بعيد الكرة البينية فابري سينغا، الكرة البعيدة وتغطية دفاعية من هنالك. لما 2018 حاولت الدفاعية من عبد الإله مذكور يلعبها في الوسط وضاعت من عمر عرجون الحكم الكامروني. في نهاية المطاف صفر وقال خطأ في هذه الكرة بين يوسف، هو المطالب بالتسجيل، هو المطالب بالمغامرة. عبد الإله الحفيظي والتوزيعة خطيرة ولكن بين أحضان محمد أبو جبل. هذه الكرة يلعبها في وسط الميدان مصرية، الكرة صعبة لصالح نادي الزمالك الجريء في لعبوا الهجوم. يشوف عددهم داخل منطقة عملية، كرة ملعوبة بشكل رائع وتغطية دفاعية. يتقدم يحاول يمر من أمام عبد الله جمعة، يدخل من الوسط والحكم يقول مخالفة لعبد الإله مذكور ولعناصر الرجاء بعد مرور 8 دقائق لعب. مشاهدي الأفاضل، شد أو دفع أو عرقلة، المخالفة تلعب عرضية ولا بين أحضان محمد أبو جبل. هذه الكرة كانت سهلة، يريد أن يكون أحمد سيد زيزو على الجهة اليسرى، كرة صعبة، حاولت المرور وتسديدة والصد من أنس الزنيتي بعد هذه الكرة من أشرف بن شرقي اللاعب المغربي. في العالية والثنائيات والصناعات الثنائية ستصنع الفارق. عبد الإله الحفيظي يستفيد من خطأ يصفر الحكم قريب جدا من كل الكرات، حكم المباراة مقبولة، أما أنه تكون متعمدة فلا. كرة على الجهة اليسرى عن طريق اللاعب فابري سينغا والدفاع يتدخل ويخرجها في التماس. الحكم لم يقل شيئا. مالينغو يلعبها بينية، ترجع له انطلاق مالينغو من هنالك. والزمالك في مباراة الدوري سفيان رحيمي حاول يمر سفيان، دخل سفيان بابا الحكم يقول العب. كاد سفيان يتحصل على ضربة جزاء. الحكم كان قريب جدا من اللقطة فالقرار نقدر نقول بأنه سليم مادام كان قريب. وبعدين رحيمي الجهة اليمنى يدخل زيزو ما زال زيزو يدخل ويراوغ سريع جدا. القائم الثاني خطيرة بابا جول. يا سلام يا أشرف يا بن شرقي، جول. يا لها من لعبة من زيزو ويا له من ارتقاء من أشرف، جول. يهز شباك الرجاء بكيفية ولا أروع. أشرف بن شرقي في القائم الثاني بروعة، يهز الشباك ويريد أن يكرر سيناريو الأهلي البارحة. السلامي كان يدرك جارك، أول هربة أول دخلة من أحمد سيد زيزو من قبل عناصر الزمالك. كرة بعيدة في اتجاه مالانجو والتسديدة على الطائر ولكن بعيدة كثير من مالانجو. طبعا استجابة النجومة والانطلاقة من قبل عمر، قم بما يجب وبعدين متفوق 1-0. كرة الرجوية، البحث عن رجاء. صعدوا الآن، الكرة تلعب عرضية مرة ثانية. عبد الله الحفيظي يلعبها في العمق لا محسن متولي عفوا. الكرة ضاعت، التغطية من عبد الله جمعة. الحكم يقول خطأ لصالح محسن متولي. المخالفة محسن متولي يرفع كرة بعيدة كثير في القائمة الثاني، الراس وما زالت الخطورة. الحكم صفر. خلوني نقول بأن التحكيم لحد الآن في المستوى. يلعبها الجهة اليمنى، عبد الإله مذكور يرجع في الوسط مرة ثانية وخطأ آخر. حتى الأخطاء الزملكاوية ترتكب بعيدة تماما عن منطقة 18 وال20. طبعا أكيد توجيهات العالية، البحث عن الكرات العالية في القائمة الثانية ملعوبة بشكل رائع. الكرة في الركنية رائعة التوزيع هذه، والكرة في الركنية. سفيان رحيمي نفذ الركنية في القائمة الأول والدفاع يخرج.
شوف الكي يحاول يمر بن شرقي والتوزيع على الارضيه والتغطيه الدفاعيه بالمصريين ويدخلوا كليه. تلعب الكره بينيه، التوزيع من طارق حامد والدفاع يدخل ركنيه اخرى يصفرها الحكم لصالح الزمالك. في تنفيذ هذه الركنيه مرفوعه في القائمه الاول، التغطيه الدفاعيه ما زالت الكره ينفذ التماس يرسلها طويله، البحث عن مصطفى محمد المحسن مرة ثانية يصطدم بزميله الرحيمي والحكم يصفر خطأ لصالح دفاع الزمالك. أحمد عيد كرة بعيدة، البحث عن السيد زيزو، كرة داخلة صعبة على حراس المرمى أنس الزنيتي، زيزو ينفذها هيلا الراسية بين أحضان أنس الزنيتي يتمكن منها ويرسلها بعيدة تماما. معزول يوي انطلاقة صعبة وخطيرة توصل لمالينجو، راقبها مالينجو والكرة بعيدة ومرت سلامات على يسار الحارس محمد أبو جبل. طبعا شفتوا لما معاه مالينجو الان تحول الى الجهه اليسرى، يمر مالينجو كرة رائعة من مالينجو ورائعة من محمد ابو جبل، يوصلها لها فابريس نجوما، فابريس بروعة محمد ابو جبل بروعة، راسية سفيان رحيمي يخرجها في الركنية من هنالك بيسراه وبروعة محمد ابو جبل. سفيان رحيمي بعد الاحتكاك منذ حين، الكرة تنفذ في القائمة الاول. كورونا هاي اللعبة وهاي الكرة كم كانت رائعة وكم كان الارتقاء رائع. شوفوا الإعادة لم يرتقي بيديه تقريبا وبعدين المدية وناقص ايصال كرات لبن مالينجو ولسفيان رحيمي الى الحفيظي. لا اللاعب محسن متولي، كرة في العمق لمذكور والتغطية الخضراء او الاخضر، اليوم يلعب بالابيض. كرة زيزو انطلق على جهة اليمنى، يلحق عليه فابريس نجا، زيزو يحاول المراوغة لمثلي محسن متولي، كرة بعيدة وفي إشارة من الحكم المساعد يقول بأنه في خطأ موضعي التسلل، مهم خطأ لدفاع الجابر. الكرة البعيدة راح أشرف خطيرة بن شرقي وجول بن شرقي والحكم يرفع الراية. اعتقد وضعية التسلل من اشرف بن شرقي، نعم رفع الراية. انسيابتهم ايضا في التحرك مع الكرات. كرة من عبد الله الحفيظي، البحث عن مالينجو لم يقدر على الكرة ولكن الحكم صفر خطأ ضده لصالح دفاع الزمالك. كله بأن كرة توصل على الجهة اليسرى ناحية سفيان رحيمي، هاي كرة صعبة يدخل سفيان، التوزيع خطيرة، الاستناد على زيزو في العمق، وضع التسلل، الكرة خطيرة، الحارس والدفاع يخرجها والحكم المساعد رفع الراية. سفيان رحيمي كرة بينية والدفاع لصالح طارق حامد على الجهة اليسرى، أشرف دخل، أشرف بن شرقي بينية بن شرقي خطير جدا أشرف بن شرقي عندما ينطلق ويتوغل. ذكرني سلم الكرة الأولى، حاول يتوغل، ما زال عنده الكرة محمود بن حليب يلعبها بينية، عبد الإله الحفيظي كرة بعيدة. 24 سنة محمود بن حليب، واحد من في وسط الميدان. عمر عرجون عنده الكرة الآن، يلعبها في العمق، هاي صعبة الكرة، هاي صعبة، مخالفة لمحمود، يتحصل على مخالفة خطيرة. ولة التنفيذ التسديدة ومرة ثانية ما زال لمسة يد يا سيد الحكم والحارس، لعبة ولا أروع، يا سلام، واستماتة كبيرة لدفاع الزمالك في هذه. هنالك على الجهة اليسرى الكرة البعيدة بحثا عن مالينجو، ما زالت الخطورة عناصر الرجاء مع صعود بدر بانون صاحب التنفيذ. المخالفة الأولى عرضية، لا يقول الحكم ليس هناك لمسة يد، رجعت لينجا يرفع مرة ثانية خطيرة، رجعت لينجا يرفع مرة ثانية خطيرة،